السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الرابع، معايا النهاردة أول درس في مادة العلوم الترم الثاني. هنركز إن شاء الله ونحاول نبسط المعلومة بقدر الإمكان، وإن شاء الله تستفيدوا كتير. ما تنسوش تعملوا شير ولايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وعشان تقدروا تخلوا اكتر عدد من زمايلكم يستفيد برضو بالفيديوهات. يلا هنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاقة، وهنتكلم عن الخلايا الشمسية. طيب الطاقة ديت طبعا صورة بنشوفها كتير في الأجهزة، بنشوفها في الطاقة الشمسية، بنشوفها في طاقة الرياح، كل دي اسمها طاقة. طيب هل الطاقة دي بتتغير من صورة لأخرى؟ طبعا الطاقة بتتغير من صورة لأخرى في بعض الحالات. طيب بتساعدنا التكنولوجيا ان هي تغير الطاقة من صورة لصورة تانية، يعني تحويل الطاقة الضوئية اللي هي طبعا بتجيلنا من الشمس، بتتحول إلى طاقة شمسية بنستخدمها، بنحولها لكهرباء وبنحولها لطاقات كتير، وبنستفيد منها في المنازل، بنستفيد منها في الشركات، في المدارس، في أي حاجة بنستفيد من الطاقة الشمسية. طيب طبعا زي ما قلنا بنحول الطاقة اللي جاية من الشمس، الطاقة الضوئية، بنحولها لطاقة شمسية من خلال الألواح الشمسية، وبنبتدي تمام. طيب الخلايا الشمسية ديت بتقوم بتحويل الطاقة الضوئية، يبقى هنقوله الخلايا الشمسية تحول الطاقة الضوئية اللي هي طبعا اللي جاية من الشمس لإيه؟ لطاقة كهربية، وطبعا تقدر تستخدمها في مجالات كتيرة. طيب بستخدمها في ايه الطاقة الشمسية ديت؟ بستخدمها في أجهزة المنازل، بستخدمها في أجهزة المحمول، بستخدمها في المدارس، كل دوت اقدر استخدم فيه الطاقة الشمسية. كمان الطاقة داخل الأجهزة. طب ازاي بتشتغل الطاقة دي داخل الأجهزة؟ طبعا احنا عارفين ان الأجهزة، في أجهزة منها زي السيارات مثلا او الشاحنات، الحاجات اللعب بتاعة الأطفال بتشتغل من خلال الطاقة، يعني بيبقى فيها زي زنبلك او بيبقى فيها حاجة بتسحبها بتطلع طاقة بتخلي السيارة تمشي او الطيارة تتحرك وهكذا. طيب الألعاب دي بتحتاج لإيه عشان تتحرك او عشان تشتغل؟ طبعا بتحتاج لطاقة. كمان فيها حاجات شغالة بالطاقة الشمسية، بتبقى في بعض الألعاب شغالة بالطاقة الشمسية، وبعض الألعاب شغالة زي ما قلنا الأجهزة أو الألعاب اللي بيبقى بتحتاج طاقة لازم تكون فيها مصدر طاقة. طب ايه هي مصدر الطاقة بتاعتها؟ بيبقى مصدر الطاقة هو البطارية بتاعتها، هي ديت مصدر الطاقة. طيب بيوصل طاقة كهربية للألعاب أو للجهاز عن طريق البطارية، زي ريموت التلفزيون بيشتغل الريموت دوت بيشتغل بالبطارية. طيب البطارية ديت هي دي مصدر الطاقة بتاعت الريموت، لأن ده تحكم عن بعد. أي وسيلة تحكم عن بعد محتاجة طاقة، يعني أي حاجة محتاجة إن أنا أشغلها عن بعد محتاجة تكون فيها مصدر طاقة عشان تقدر تديني كيفية العمل بتاعتها. طيب عشان احط لها مصدر الطاقة طبعا هي البطارية، مش هينفع اوصلها بأسلاك. طيب البطارية ديت بتبقى فيها طاقة مخزنة، بتحتوي على طاقة كيميائية، بتتحول لطاقة كهربية، وبتبتدي ان هي تزود الألعاب بتاعتي، او بتبتدي ان هي تزود الأجهزة بتاعتي بالطاقة، وبتشتغل بعد كده. يبقى البطارية دي هي طاقة كيميائية وبتتحول الى ايه؟ طاقة كهربية. زي ايه قلنا؟ زي الريموت كنترول، وايه تاني؟ وزي الالعاب
التحكم عن بعد، ألعاب التحكم عن بعد. تمام. طيب الطاقة دي بتتحول لإيه؟ يا إما طاقة حركية، يا إما طاقة صوتية، يا إما طاقة ضوئية زي الكشافات، على حسب هي بتتحول لإيه. يبقى البطارية دي ممكن إن هي تحول لي الحاجة اللي أنا محتاجها، تزودها لتزويد الأجهزة بالطاقة اللازمة. عشان تعمل إيه؟ علشان تديني طاقة حركية، ده لو في ألعاب، أو طاقة ضوئية لو مثلا زي ما قلنا كشافات أو حاجة زي كده أو ما شابه، وطاقة صوتية لو مثلا في راديو أو في ريموت كنترول أنا بتحكم فيه عن بعد فبيديني صوت، أو أجهزة ألعاب صوتية للأطفال. كل الحاجات دي بتديني طاقة صوتية برضه. طيب لو الطاقة اللي عندي بتاعت البطارية نفذت، ايه اللي بيحصل؟ طبعا يا اما بيعاد شحنها ان انا هوصلها بالشاحن الخاص بيها، يا اما هضطر ان انا هستبدلها. طيب يبقى هنقوله عند نفاذ الطاقة دي هعمل ايه، او عند نفاذ شحن الطاقة هعمل ايه؟ هعمل حاجة من اتنين. اول حاجة عندي هيبقى يعاد شحنها مرة اخرى، طبعا لو هي بتتشحن يعني هوصل بيها الشاحن. تاني حاجة يعني هوصلها بالشاحن لو هي بتتشحن. طب تاني حاجة هعمل ايه؟ يتم استبدالها لو هي طبعا مش بتتوصل بالشاحن، يعني هضطر اشتري بطارية جديدة. تمام. دول لو في حالة ان الطاقة نفذت عندي. طيب ايه مصدر الطاقة الموجود في البطارية؟ مصدر الطاقة الموجود هي دلوقتي قلنا هي طاقة كيميائية. طيب يبقى عندها قطبين، قطب او ناحيتين، ناحية سالب وناحية موجب. لما بتتحط في الشاحن طبعا بتتزود بالطاقة، فبترجع تاني تديني طاقة ان انا اقدر استخدم في اجهزة كتيرة زي الآلة الحاسبة، زي التليفون زي ما قلنا، او الالعاب الالكترونية بتاعت الاطفال وهكذا. طيب في مصادر عديدة للطاقة في الأجهزة؟ في مصادر عديدة للطاقة في الأجهزة. يبقى نقول مصادر الطاقة في الأجهزة ايه هي مصادر الطاقة اللي في الأجهزة؟ مصادر الطاقة اللي في الأجهزة قلنا في طاقة شمسية، الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية، وكمان عندنا الطاقة الكهربية، كمان طاقة الغاز. طيب احنا طبعا هنا مش هنتكلم عن أجهزة محددة ولا هنتكلم عن ألعاب محددة، احنا بنتكلم بشكل شامل. ايه هي مصادر الطاقة اللي انا اقدر اطلع منها طاقة واستفيد بيها في أجهزة كتير او في اشكال كتيرة؟ طيب الطاقة الشمسية ديت بتشغلي أجهزة زي ايه؟ زي الآلة الحاسبة. بعض الآلات بتشتغل بالطاقة الشمسية، بيبقى فيها زي شاشة صغيرة كده فوق خالص اعلى الشاشة اللي بتطلع لي الارقام، بيبقى فيها مستطيل صغير كده. المستطيل ده هو بيعمل بالطاقة الشمسية. تعرف ان الآلة دي على طول بتشتغل بالطاقة الشمسية، بتستمد طاقتها من الضوء وبعد كده بتشتغل. طيب عندنا ايه تاني غير الآلة الحاسبة؟ عندنا السخانات الشمسية. السخانات الشمسية برضو بتعمل عن طريق الأشعة الشمسية أو الضوء الشمسي اللي بيستخدم في ألواح شمسية، وبيطلع لي الطاقة الشمسية، بعد كده بيطلع لي كهرباء وبقدر استفيد بيها. ايه كمان الكهرباء بتطلع لي ايه؟ يعني اقدر استفيد من الكهرباء بايه؟ عن طريق التلفزيون، عن طريق الكمبيوتر، الهاتف لما بشحنه، الافران الكهربية اللي هو زي الميكروويف. طيب بالنسبة للغاز اقدر استفيد من الغاز ازاي؟ طبعا الاجهزة اللي بتعمل بالغاز في افران غاز اللي بتعمل في المنازل طبعا،
وفي سخانات غاز، سخانات غاز طبعا، وفي دفايات برضو بالغاز. يعني في كذا وسيلة بتستخدم فيها الغاز اقدر ان انا استفيد من الطاقة من خلال الغاز. يعني بيبقى هو مصدر الوقود عندي هو الغاز. الغاز بيطلع لي طاقة، يا اما هستفيد بيها تحولها لي لطاقة حرارية، يا اما هستفيد بيها لطاقة ضوئية. يعني هستفيد بيها بشتى الطرق. ودي يبقى اول كده جزئية في درسنا. دي كده اول جزئية زي ما قلنا في الدرس بتاعنا. طبعا زي ما قلنا هو بيتكلم عن الطاقة من خلال الخلايا الشمسية. الخلايا الشمسية عندي بتحول الطاقة الضوئية اللي هي طاقة الشمس لطاقة كهربية، بشغل بيها أجهزة المنازل، بشغل أجهزة محمول، بشغل المدارس، بشغل أجهزة منزلية، أي حاجة أقدر أشغلها بالطاقة الشمسية. طيب الأجهزة والألعاب اللي أنا بقدر أتحكم فيها عن بعد هي زي البطارية، ديت مصدر طاقة. فطبعا لازم تكون فيها هي اصلا مصدر طاقة كيميائية، بتحول لي الطاقة الكيميائية ديت لإيه، تقدر تحولها لي لطاقة كهربية. زي ما بستعمل الريموت كنترول بتاع التلفزيون، او استعمل الريموت بتاع الالعاب التحكم عن بعد زي الطائرات بتاعت الاطفال والحاجات اللي بقدر اخليها اتحكم فيها عن بعد وانا في مكاني. طيب كمان تزويد الاجهزه بالطاقه اللازمه، بتقدر ان هي تزود لي البطاريه دي، تزود لي الاجهزه زي تشغلي اجهزه وتحولها لي لطاقه حركيه، تحولها لي لطاقه ضوئيه، تحولها لي لطاقه صوتيه، اي طاقه انا محتاجها. يعني لو شغلت ريموت التلفزيون ده هتحول لي الطاقه الكيميائيه اللي في البطاريه، هتحولها لي لطاقه صوتيه وضوئيه، هشوف وهسمع من خلال ان انا اتحكمت في الريموت. لو شغلتها في راديو هقدر ان انا اسمع طاقة صوتية او هسمع صوت، يعني دي اتحولت لي لطاقة صوتية. لو هشغلها في لعب اطفال او هشغلها في مروحة، طبعا مروحة يعني صعب ان هي تبقى بالبطارية، لو هشغلها في اي العاب الكترونية للاطفال هقدر ان انا اتحكم برضو من خلال البطارية، هتحول لي الطاقة الى طاقة حركية. وده طبعا اشكال الطاقة اللي فيها. طيب عند نفاذ الطاقة بقى ديت، لو البطارية عندي خلصت، نفاذ الطاقة يعني البطارية خلصت خلاص ما بقاش بتشتغل، ايه اللي هيحصل وقتها؟ هيحصل حاجة من اتنين. يا اما اول حالة ان انا هشحن البطارية تاني لو هي بتتوصل بشاحن، او ان انا اقدر ان انا اشحنها مرة اخرى. في بطاريات بتبقى بتتشحن مرة واتنين وتقدر ان انت تستخدمها اكتر من مرة. في الحالة دي هقدر ان انا اشحن البطارية عن ان انا اوصلها بكهرباء تستمد من الكهرباء طاقة كيميائية تاني وترجع تشتغل معايا تاني. او في حالة ان هي مش بتتشحن يبقى انا هستبدلها ببطارية اخرى، يعني هشتري بطارية جديدة واقدر ان انا اشغل اي جهاز انا محتاجه. طيب مصادر الطاقة بقى في الاجهزة ايه؟ مصادر الطاقة قلنا الطاقة الشمسية، طاقة كهربية، طاقة مستمدة من الغاز. الطاقة الشمسية زي ما كنا لسه بنتكلم قلنا اقدر اشغل منها اجهزة كتير، واجهزة محمول، اجهزة الالات الحاسبة، في الات حاسبة بعضها بيشتغل بالطاقة الشمسية يعني ما بيحتاجش حجارة. السخانات الشمسية، في سخانات دلوقتي لما استنتجوا الطاقة الشمسية حديثا وبدأوا ان هم يفعلوها، بدأوا ان هم يعملوا سخانات شمسية يعني بتشتغل بالالواح الشمسية وتستمد منها الطاقة. الطاقة الكهربية كمان زي التلفزيون، كمبيوتر، افران كهربية، كل ديت اي جهاز هقدر احط له الفيشة بتاعته في الكهرباء ويطلع لي منتج، او ان انا اقدر استخدمه من خلال الكهرباء، ده بيستخدم لي طاقة كهربية. طيب الغاز كمان اي حاجة هقدر استخدم لها غاز وهي تطلع لي بعد كده طاقة، يعني زي الافران الغاز، الفرن بتاع الغاز، او زي الفرن زي البوتاجاز بتاع الغاز عندنا في المنازل. طبعا احنا بنستخدم له غاز بيتوصل عن طريق انابيب وبيتوصل عن طريق خراطيم للبوتاجاز، وبالتالي بيبتدي ان هو يشتغل. او سخانات الغاز برضو كذلك بتبتدي ان هي يتوصل لها زي خرطوم او زي انبوبة للغاز، بتوصل لها الغاز، فبالتالي بتطلع لي ميه سخنه او بتطلع لي حراره، بتطلع لي انتاج بعد كده من خلال الطاقه اللي استمدتها. طيب اكتشاف المريخ. طبعا احنا عارفين ان كوكب المريخ بعيد عن الارض بحوالي 54 مليون كيلو متر، يعني يبعد كوكب المريخ، دي جزئية بسيطة اخر جزئية في الدرس،
كوكب المريخ بيبعد عن الارض بحوالي قد ايه؟ قلنا 54 مليون كيلو متر. تمام. طيب بتستغرق قد ايه اي مركبة فضائية ان هي توصل لكوكب المريخ من خلال الارض؟ يعني لو انا حابة اوصل لكوكب المريخ من الكوكب الارضي بتاعنا، هقدر استغرق فترة قد ايه؟ هستغرق 6 شهور لتصل لكوكب المريخ. عن طريق ايه؟ عن طريق طبعا المركبة الفضائية. طيب المركبة الفضائية ديت، هل وصلنا قبل كده لكوكب المريخ؟ طبعا وصلنا قبل كده، في كذا بعثات الى كوكب المريخ عشان نكتشفه، وهل في حياة او لا، هل في مياه، هل في غازات ان احنا نقدر ان يبقى فيها حياة هناك في الارض ولا لا. طبعا الوكالات اللي عندنا في كوكب الارض بدأوا ان هم يبعثوا رسالات كتيرة او يبعثوا مركبات فضائية كتير عشان تستكشف الارض هناك في كوكب المريخ. وطبعا اعتمدوا على مركبات فضائية زي روبوتات، يعني مش اشخاص، لان برضو هم مش عارفين الحياة هناك عاملة ازاي، فمش هيخاطروا بصحة اشخاص في حيث ان هم ممكن يبعتوا روبوتات. احنا دلوقتي عرفنا ان العلم اتطور كتير، وعرفنا ان هم يقدروا يتحكموا في الروبوت عن بعد، فبدأوا ان هم يبعتوا روبوت متحكم عن بعد. روبوت بيتحكم عن بعد وبيتم تشغيله برضو وهم في كوكب الارض مكانهم. طيب اشهر الروبوتات اللي استخدمت للصعود لكوكب المريخ كان روبوت اسمه كيوريوستي. ده اشهر روبوت وصل لكوكب المريخ. كمان احتاجت عربة كيوريوستي دي الى الطاقة لتشغيلها. احتاجت لطاقة ايه؟ طاقة كهربية. احتاج لطاقة كهربية عشان تشتغل. طيب استخدمت كيوريوستي دي البطارية طويلة الامد اللي مستمدة طبعا من الالواح الشمسية عشان تستمد منها طاقة. يبقى تستمد كيوريوستي الطاقة من ايه؟ هي طبعا بنتحكم فيها عن بعد من البطارية طويلة الامد. طويلة الامد يعني بتشتغل لفترة طويلة جدا، تصل زي ما قلنا 6 شهور. ما انا مش هينفع احط لها بطارية هتخلص بعد اسبوع او بعد 10 ايام او بعد شهر. هقدر اتحكم فيها ازاي عن بعد؟ فبالتالي الروبوت كده هيبقى خلاص انتهى معايا ومش هيبقى ليه اي لازمة. او طبعا الالواح الشمسية، احنا عارفين طبعا هو هيطلع الفضاء، يبقى هيبقى فيه الشمس كويسة جدا هناك، هيبقى فيه يقدر يستخدم الواحه الشمسية اللي هتبقى متركبة فيه ويستمد الطاقة الشمسية ويقدر يحولها لطاقة كهربية عشان يستكشف الكوكب. كمان حول كيوريوستي الطاقة الشمسية اللي استمدها من الالواح لطاقة حركية وحرارية وكهربية عشان يشغل الاجهزة بتاعته، علشان هو طبعا في اجهزة استشعار عن بعد واجهزة بتخليه يقدر ان هو يتحرك. طبعا احنا عارفين الانسان الآلي او الروبوتات بتقدر تتحرك في شتى المجالات او في مختلف الاماكن. يبقى حول الطاقة الشمسية، حولها لايه؟ اتحولت بقت لطاقة حركية وحرارية، وكمان عشان تشغل لتشغيل أجهزة الاستشعار عشان يعرفوا مكانه بالظبط. الاستشعار عن بعد، هو دلوقتي زي ما قلنا هما بيتحكموا فيه عن بعد، فبالتالي محتاجين أجهزة دقيقة جدا وهي اسمها أجهزة الاستشعار عن بعد، بتشتغل طبعا بالطاقة الحرارية والطاقة الحركية. هو هيتحرك فبالتالي محتاج طاقة حرارية كمان معاه علشان أجهزة الاستشعار تعمل وتقدر تعرفهم مكانه فين بالظبط وهو في أي موقع بالتحديد. فبالتالي استخدم كيوريوستي الطاقة الشمسية، حولها لطاقة حركية وطاقة
حرارية عشان يشغل أجهزة الاستشعار ويقدروا ان هم يعرفوا اكتر عن كوكب المريخ. وده كان درسنا النهاردة. الدرس الاول كده خلص، وان شاء الله هنحل التدريبات بتاعته الفيديو اللي جاي ان شاء الله. يا ريت نراجع عليه كويس. انا حاولت ان انا اكتب معاكم لان طبعا الكتب مش كلها لسه متاحة. حاولت اكتب الدرس معاكم علشان اللي عايز ياخد سكرين للدرس يقدر ان هو يصوره ويراجع معايا، عشان لما انزل حل التدريبات يبقى كله مراجع والدرس كويس ويقدر يحل كويس في التدريبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.